ساكت بابا؟ لا استسوار؟ لا نكوة؟ ياه ما بابا. كانت حلاقة بابا؟ الله، هي دي اللي كانت ناقصاني. بس اقعدي بس اقعدي لغايه لما اخلص الحلقه. هنا بابا؟ تقعدي هنا. ها؟ ده ايه البجاحه دي؟ وانا انت تخلصي الحلقه؟ ده اسمه كلام شؤوم، مش كلام وينجي شونج اب يح. ايوه يح. يلا يلا يا اسمك ايه؟ يلا. ايه ده؟ مين دي يا عم شوقي؟ بنتك دي؟ لا بنتي، انا هخلف صيني يا ميار، انا هخلف صيني. الله. امال بتقول لك بابا ليه يا عم شوقي؟ بابا ايه؟ هم كل عندهم في الصين مشكله. اي راجل يبقى بابا، اي ست تبقى ماما. يظهر يتامى ولا ايه؟ ماشي يا. امال مين دي يا عم شوقي؟ دي عمل الراضي، دي ايام اللي مش عارف لها لون، دي اسوأ من انفلونزا الخنازير. دي بترش الانفلونزا، بتترش، دي ما بتترشش ولا تتهشش. يلا يا ونج، يلا يا ونج، يلا يا ونج، يلا يا ونج. الله 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 ما الله. قلتليش يا عم شوقي برضو مين دي يعني؟ يا ستي دي العفريت الصيني. اقعدي يا بنتي في حته. الله. العفريت الصيني ده ساعة ما تيجي تفتح الباب يضرب لك الجرس، تروح الرشاش داخل في وشك على طول ساعة ما تفتح الباب. ما كانت حلاقة بابا، هرتوم هنفية بابا، جاكيت بابا. بتسترزق يعني يا عم شوقي؟ اهي مره وتعدي تستلزق تستحمل. ايه؟ دي بتستلزق. للدرجه دي يا عم شوقي؟ بحاجه صعبه كده؟ لا لا، دول لزقوا في البلد يا ميار. كل حاجة في مصر بقت صيني يا ميار. بس زمان ما كانش فيه الحاجات الصيني دي موجوده يا عم شوقي. زمان كان المنتج المصري اهم منتج عندنا، كان صناعيه تتعد وتتقال انها صناعيه. كان عمك احمد النجار كان يعمل اوضه النوم من دول، تتجوزي عليها وتخلفي عليها، وابنك يخش يتجوز عليها، ولما عاوز اغيرها وابيعها تتباع باغلى من قيمتها. فن يا ميار. ما كانوش بيتلصقوا يحط لك قشره على بتاع ويدق لك ويقول لك يلا بالصلاه على النبي ترزق. خلاص نام، السنين دخلوا. ولا الجزم. ايه بقى؟ الجزم يا ميار كانت احلى جزمه عندنا تاتا متانه وخياطه. كانت ماركات مشهوره. كنت انت ركبك تهكع انت عارفه يا ميار الجزمه اللي انا لابسها دي من 45، مش مقاس، لا دي هي من سنه 45. ولسه عايشه يا عم شوقي؟ دي دوبتني، دي بتاعت ابويا. انت ده وراثه بقى واخدينها. طبعا كانت الجزمه المصري برقبه 50 من غيرهم. مشاهدينا هنروح معاكم لفاصل ونرجع مره تانية نواصل حوارنا معاكم مع كلام شوقي. عم شوقي خليك فاكر احنا وقفنا مع بعض على فين؟ لا فاكر، انا رابط معاكي كلامي على الجزمه. على الجزمه؟ لا يا وانج بيت. ما هو كله هيبقى سبعة ونور، هنشوف وهنلقى سبعة ونور، فستان جلابية سبعة ونور، ملابس داخلية سبعة ونور، خد لك دبدوبة سبعة ونور، شبشب زنوبة سبعة ونور، مرتبة وملاية سبعة ونور، وحجاب وعباية سبعة ونور. زمان كانت خطوط الموضة الفرنسية تصدر في فرنسا في نفس الوقت في مصر، فرز أول يا ميار، مش زي اللي بيجي دلوقتي فرز تاني وتالت لغاية الجيل الخامس. لما بنوصل للبالة مصر تلبس بالة يا ميار، ما ينفعش. كانت الحكاية. إنما دلوقتي تشوف إيه اللي في مصر من موجود خطوط الموضة؟ 3 خطوط، المرج، الجيزة، العباسية. تنزلي في المترو تلاقي ديفيليه مفتوح، تلاقي هدومك من وانت نازله من المترو الناس قاعده. وكانت خطوط الموضه مش في فرنسا بس، انما كل الدول، اليابان، ايطاليا، امريكا، كانت تطلب ود المواطن المصري. ليه؟ لان يا سلام لما كنت تجيب حته تلفزيون ياباني كده يقول لك الحاج توشيكا معدي، الحاج يوكوهاما ماشي، كانت لك قيمه، منتج بيطلب ودك بيه. ولا اللي يشتري عربيه امريكاني كان ياخد تاشيره الهجره على طول. اشمعنى يا عم شوقي؟ لانه كان بيبقى واخد الجنسيه مع العربيه. زمان يا عم شوقي كان في منتجات مصريه بنقدر نفتخر بيها ونصدرها لبره؟ طبعا. حد ينسى دمياط؟ المشبك الدمياط اللي كان يلزق في السقف الحنك ما يطلعش من حلاوته، ولا الفراخ الفيومي اللي كانت وانت بتاكلها بتبيض بعد ما تاكلها حاجه. لا كانت الامور ممتعه يا ميار. ولا السمك الرشيدي، السردين الرشيدي يا ميار، كان طعمه لا اقول لك على ايه ولا ايه. ولا مثلا صناعه القطن في مصر. ايوه، صناعه القطن في مصر
كانت حاجة ممتعة. كان طبعا. القطن طويل التيلة ايوه ويتعمل في المصنع، يتعمل الفلنة الداخلية يا ميار، مش الخارجية، الداخلية. ايوه. كانت لما بعد ما تتلبس وتدوب تعملي بيها ايه؟ تعمل تمشي، إيه بقى؟ تترميش، تتحط تحت الباب عشان تمنع السقعة. ايوه. دابت كمان شوية نسيبها؟ لا، كانت تتمسح بيها في المطبخ. دابت نسيبها؟ لا، نسد بيها البلاعة عشان لو المية تطفح. دابت نسيبها؟ لا، لسه عمرها طويل طويل يا ميار. تروح مولع فيها عشان الناموس يمشي، لان ما كانش فيه المبيدات والرش وكده، تبقى الفلانة راحت. شوفي بقى احنا بنوصل لايه بقى. اللي بيزرع قطن دلوقتي يا ميار بيتقال له معلش يا حبيبي خد معونه. القطن المصري اللي كان يقول لك القطن قطننا على ابونا وجدنا، ما عادش. امال ايه اللي جرى يا عم شقوب؟ ليه بقينا نجري على المنتجات الصيني كده؟ لان احنا بقينا صيني يا ميار، بقينا بنتكسر بسرعه وما بنستحملش. لا الصنايعي مستحمل يقعد على مكنه ولا الفلاح عايز ينزل الغيط. الله على الفلاح يا عم شقوب. فلاح محلاها اللي بتنزل ايه يا احمد؟ فلاح ايه يا احمد؟ ومين اللي قام يعجن في الفجريه؟ اللي فين الفلاح يا ميار؟ يا ميار المسلسلات التركي والمنتجات الصيني والهرمونات اللي في الاكل هدت حيل الفلاح. الفلاح دلوقتي بقت النكبه الاكبر، الريموت ما بقاش عايز يتحرك، بيبقى قاعد في الزريبه ويقلب القناه وهو قاعد تحت البتاع. ده منظر فلاح؟ تقولي لي فلاح ايه؟ زمان كانت اخر علاقتنا بالصين، تخيلي ايه يا عم شقوب؟ بروسلي. ده اللي كنا نعرفه. ممكن. ده اللي نعرفه، يخش السينما نشوف بروسلي يقعد يقول لك كاخ تيخ طوخ، ونطلع احنا ما شاء الله كلنا نطلع بعد الفيلم وطاخ تيخ طوخ. يا عم ده صيني. بس كانت بروسلي عنده ميزه، كان بيديكي على التذكره حق العلاج، لان العيال بتكسر في السيما وتكسر في بعض، عاده غريبه. بس كان بروسلي دايما على حق. مش كان بلطجي يروح زعر لي راسه من هنا ويبلطج في الفيلم، فالعيال تطلع في الشارع بلطجيه. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية نواصل حوارنا معاكم. اوعوا تروحوا في اي حتة. هم قادرين يقوموا يروحوا ايه؟ ما ماسكين الريموت وبيعملوا كده، ده خلاص. كان في احصائيه بتقول ان عدد سكان الصين وصل لمليار و800 مليون نسمه، رغم كده ما عندهمش ازمه اقتصاديه خالص. ايه السبب؟ طبعا ازمه منين؟ ما عندهمش قهاوي يا ميار. قهاوي؟ وايه علاقه القهاوي بالموضوع يا مشاور؟ ازاي؟ انا اللي بيتخرج بيقعد فين؟ على القهوه. اللي مراته مزعله بيقعد فين؟ على القهوه. اللي مستني وظيفه يقعد فين؟ على القهوه. فهي القهاوي يا ميار. نص الشعب المصري يا ميار قاعد على القهوه، والنص التاني على الشاي يا عم شقوق. ليه بتضيعي حقك يا ميار؟ يعني بيبقى ليكي قضيه مهمه بتبوظيها. بس عم شقوق في ظاهره غريبه جدا احنا ملاحظينها، ان كل السكان شبه بعض جدا. امال ايه؟ ده الناس مرتاحه. لو الواحد مرض يبعت اخوه، لو حد تاه ياخدوا اللي موجود في الشارع. كلهم شبه بعض، ناس مش ما عندهاش مشاكل، كله شبه بعضه. حتى المجرمين في السجن بيخشوا شبه بعض، اي حد يتسجن ما فيش مشكله. الضباط بقى اللي مختلفين شويه في الصين، الضابط تلاقيه مش بيعلقوا رتب، لا بيعملوا ايه؟ بيجيبوا خيط ويسخنوه في النار جامد ويروحوا لادعين الضابط هنا، تمام، ويبقى عارفين هو مختلف عن المساجين. طب افرض يا عم شقوق الضابط ارتكب جريمه وتحول بعد كده لمسجون، بيعرفوه ازاي؟ دي بقى مهمه جدا. بيبداوا يشيلوا الختم اللي اتختم بيه، بس بطريقه غير ادميه يا ميار. ازاي يا عم شقوق بيعملوا ايه؟ قلبي عليك يا خليك الحر هون الطريق. شفت يا ميار؟ هو مشابه للي حصل ده. أيوه. مع رشدي أباظة كده بالملي. الصينيين دول يا ميار جايين في أي مصلحة، باعوا يسترزقوا، ما باعوش برضه بيسترزقوا. ايه ده ما باعوش يسترزقوا ازاي بقى؟ زي السكر في الشاي.
اصحى يا بنت وهي، اصحوا. حرامي الدور يأذن. لا يا اخويا والنبي انت وهي، وليكوا عين تزعقوا وتعلوا صوتكم ويلموا علينا الجيران. ايه يا اخويا خايفين على ايه السرقة؟ خايفين على التراب اللي على الارض ولا ايه؟ حتى تراب الارض مش بتاعنا، دي بتاع البلد دي. انت مين وعايزه مننا ايه؟ انا حرامي يا مزة، انا حرامي يا بركة، وكنت جاي اسرقكم، وحظي الوحش اللي انتوا وقعتوا في قرعتي. احنا اسفين يا حرامي، كان نفسنا نديك حاجة بس حظك وحش. احنا حظنا زي وشك. وانت عامل ايه يا حجيج؟ شايلينك للتقيل يا اخويا، شايلينك يا اخويا لحاجة اكبر من كده. بس انا لو مشيت من هنا هيحصل لي حاجة، انا بقول لكم اهو. انا براقب الشقة دي بقالي اسبوع، طالع نازل عليها وسايب اشغالي وحالي ومحتاجاتي علشان الشقة دي. اكيد هلاقي فيها حاجة. بقول لك انا هفش فيك ايه؟ اعمل اللي انت عايزه فينا، هيحصل لنا ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ قال هيسهطوك يا صيني، قال وهو كريستال وهيسهطوا صيني. احنا بقالنا 2 يوم على لحم بطننا، مفيش لقمة، مفيش شوربة، مفيش الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وانا مريضه بقالي 5 شهور ومش معايا حق كشف ولا علاج. لا حول ولا قوة الا بالله. محبوس في الصين بقاله 2 شهر، راح سرق 2 رغيف رغيفين، حبسوه واحنا معناش تذاكر تكات عشان نجيبه. كفاية قطعت قلبي يا صيني، كفاية. امال لو قرفت بقت حكايه، هتعملي ايه؟ لا مش عايزة اتقرف اكتر من لا كده. لازم تقرا في لا حكايه. كفاية قرف، كفاية ريحة رجليك. خد انت صيني طيب، انت صيني طيب يا ولد. خد دي عشان البيبي اللي جوه هنا جماعة انت، ودي انت علشان انت كويس انت مجتهد انت. وخد ودي عشان مام، موبايل مام، تاخد مام. لا دي انت حلو. دي صيني، دي مش تجيب فلوس دي. ده ايراد اسبوع كله والله يا جماعه، ايراد اسبوع كله. يلا يا حبيبي انت خد، وانا ربنا يتولاني برحمته. متكم بعافيه. الله يعافيك يا راجل يا طيب. بابا رجعت تاني. شفتي؟ بابا بابا ايه؟ دي سوف. سوق بابا ايه دي؟ بابا سوف. انا البس بعد السنين. حلو يا عم شقوب، حلو. حلو ايه؟ انا بعد السنيه والماركه البس صيني يجرحني يا بنتي، يجرح مشاعري. إيس بابا لا، إيس قيس ايه؟ إيس بابا يا بنتي ده مش مقاسي. قيس يا عم شقوب، قيس. قيس ايه؟ يا بنتي يوجعني. طب تعالي اقول لك انا على حاجه. يا ميار اطلعي فاصل عبال ما اقنعها دي هامله ولا ايه؟ حاضر. معلش انا بمشي زي الصينيين. قيس تعالي. انا ما البسش لو هتتنططي وتعملي قرده. انا بلبس كشمير، البس سنيه، البس صيني 15 يجرحني يا بنتي.
ميار. لا ما تضحكيش عم يا شاوب ميار. مش قادره امسك نفسي، انا اسفه شايفة مش تمسكي مش إيه؟ قادره. البنت اقنعتني وقعدت اقول لها بكام ده؟ تقول لي ب5 طاسه 5 طاسه. وجا خدته بكام بقى في الاخر يا يا عم بنتي شاوب؟ اقول لها عملتنا مش الطاسه، احنا عملتنا الجنيه. قالت لي 5 طاسه جنيه. 5 وانا قلت اخده مفرش اي ملحوحه. خدته ب5 طاسه خلاص. بيدفي. بس حلو عليك يا عم شاوب. والله كان اللون عليه خلاف، كان الاورنج اللي معاه حاجه تعرف. طبعا مش شاوب كلمنا عن الفن الصيني. الفن الصيني زي ما انت شايفه يا ميار، مربعات في مسدسات. انا مش عارف الالوان دي بيلبسوها ازاي. الفن الصيني يا ميار وصل للعالميه. الفن الصيني خد الاوسكار. ايوه واحنا لسه بنسكر على الرصيفه. حاجه مش منطقيه. بسبوسة بسبوسة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة بنتي يا نوسة يا نوسة شايلة البسبوسة. الفنان الصيني لمعلومه، ودي معلومه بقولها لك وحصريا للبرنامج. ايه بقى؟ الفنان الصيني بيتكلم صيني. طب بيتكلم صيني امال بيتكلم هندي يعني؟ انا قلت هندي ولا عواسي يا ميار ما تفهمي. يتحدث لغه بلده، لغه مجتمعه. بيهموا الناس، مش بيهموا الايراد. ابجني وتعمل الخلطه السحريه رقاصه وكوميديان ومغني، رقاصه وكوميديان ومغني، وديها شارع الهرم، شارع فيصل، اي حاجه معديه. ده يا بنتي عملوا نور الشريف صيني. كله يا بنتي دلوقتي بيعبي ويبعت ويعبي، واحنا نستورد ونستهلك. احنا بقينا مستهلكين يا ميار. زمان يا ميار كانت الست عشان تجهز بنتها يا على الغلبة تقعد سنة بنجهز البيت. والله أيوه. يا لسه ايه الفرح تقول لك والله بنجهز البيت. تنزل تجيب النجف من الغورية، وتنزل تجيب السجاجيد من العتمة، وتنزل تجيب الفانلات من المحلة، وتطلع تلف في مصر عشان تجهز البيت. دلوقتي لا، عندك شارع فيصل يا في العتمة المعرض الصيني، تخش تجيب كل حاجه طلعه واحده وكله طب كويس يا عم شاوب بدل اللف والتعب. حلو بدل اللف والتعب، بس اللف والتعب بيجي بعدين. ازاي يا عم شاوب بيجي بعدين؟ بيدوروا يرجعوا الحاجه ازاي ما الحاجه باظت. وما بيعرفوش يرجعوا غير حاجه واحده بس يا حبيبتي. ايه؟ العروسه. هترجع بقى لاهلها، ما خلاص جايبه عفش زيها. وبيرجعوا الحاجات في الاخر يا عم شاوب؟ بقول لك اللي بترجع العروسه واحنا هنعيد تاني. ما بيعرفوش. هترجعي يا ميار، ما تركزيش في المعارض. طب نروح دلوقتي الفاصل ونرجع مرة تانية نواصل معاكم نستقبل مفاجأة الحلقة. يا بت يا وين خد يخرب بيتك. الموبايل اللي معاك ماركة ولا ايه جايزة البرنامج بتاعك؟ مفيش حد جاي ولا ايه؟ ده انت كده بتهرج بقى انت كم مرة بتطلع الطقم الصيني اللي موجود عندك في النيش؟ لا ولا مرة، ده للزينة فقط. انت عارف المصريين بقى. لا لما بيجي ضيوف بس، غير كده لا. هو معروف المصريين ما بيطلعوش غير في المناسبات. ما يبقى عندنا عزومة رمضان في طقم تاني في المطبخ ملوش صيني. الطقم الصيني ماما حطاه للضيوف، ما بيطلعوش خالص. هتطلعي طقم الصيني امتى يا ماما وغير الضيوف لما يجوا؟ نفسي اشرب في الفراجيل. ايه ما فيش خالص كده. الموبايل اللي معاك ماركة ولا صيني؟ ماله؟ ماركة ولا صيني؟ لا ماركة طبعا. ماركة. لا ماركة. لا ماركة. كام ماركة الله يرحمه. لا ماركة. ايه رأيك في العروسة الصيني؟ عروسة صيني؟ عروسة صيني ازاي يعني عاملة كده؟ لا ما ينفعش عروسة صيني وانا اروح فين؟ هتحط على الرف. وبعدين المصري يوكر يعني في كده؟ مفيش كده. مين هداف المنتخب الصيني؟ لا مش لو اديتك اجابات ممكن تختار واحد؟ جيت لاو، شيت لاو، كيكي لاو. لاو. قول لي 5 منتجات صيني عندك في البيت. 5 منتجات صيني؟ 5 منتجات صيني. ملاية السرير صيني، الفوطة صيني. ايه تاني صيني؟ لا ما بجمعش، انا لسه صاحي. صاحي؟ طب نحاول نصحصح مع بعض، ما انت معاكش الشاي. طب حاول تقول لي ال5 منتجات عن انا اشوف الشاي اخباره ايه. بص مكنة الحلاقة. مكنة حلاقة وخلاط
وفي حاجه ولا انتوا ايه؟ عندي اللي هو واللي هو برضه كل حاجة، الطرحة اللي أنا لابساها صيني، والبوكليت والبنطلون والكوتش، كل حاجة صيني. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ان ارحب بضيفنا اللي منورنا معاكم في الاستوديو. اهلا بيك. مش بيرد ليه يا عم شوقي؟ لا، ما هو ده المفاجأة. ده المفاجأة؟ المفاجأة الضيف ده. أصله صيني يا ميار، ما بيتكلمش الحاجات. بيتكلم عربي ده يا عم شوقي؟ ده في الأوبشن ده أحدث نسخة عربي نزلت، في صيني في عربي وفي ترجمة. اللي قدامك ده 14 جيجا ذاكرة داخلية، وبيشتغل بكارت ميموري لغاية 32. اللي قدامك ده إعجاز يا ميار. ده حاجة عظيمة جدا فعلا يا عم شوقي. طبعا ده أهداه ليا صديق صيني. أنت عارفة بقى السن وله حكمه. والواحد كبر، قال لي يخدمك في البيت، يجيب لك مية، يجيب لك حبة شاي، يناولك الدواء في مواعيده. ده يدعى الخل الوفي. بس ده شبه البني ادمين قوي يا عم شقوق. طبعا هم وصلوا كل حاجه، ويتحدث لا شغال كويس جدا، روعه. انا على فكره ده انا ببعته يجيب لي العيش بالبطاقه الذكيه، ويجي بسرعه جدا لانه بيبقى ضرب الفرن كله. اديني 5 رغيفه، اديني 5 رغيفه، عبلي واديني. بس ماله؟ معلش، دي حاله عصبيه، كل ما بيفتكر الكلمه دي ساعة ما تتنطق بيفتكر الصراع على لقمة العيش. كلمة ايه دي يا عم شقوق اللي بيفتكرها ويعمل كده؟ كلمة الفرن. عبلي واديني 5 رغيفه، عبلي واديني 5 بس انت ممكن تسأليه، عنده برنامج ترجمة لطيف للغاية. اسأليه كده بعض الجمل، قولي عايزة تسألي على ايه نترجمها لك بكرة مثلا. بكرة يعني ايه؟ خديا. اسأليه على حاجة تانية. طب بعده سيبويا. طب اشوفك امتى؟ امشي بك. لا معلش، عيب يا يانج. ومعانا اول اتصال تليفوني. باكينام، مساء الخير. مساء النور يا ميار، ازيك انت؟ عامله ايه يا باكينام؟ الحمد لله. هو انا ممكن اتكلم ماو يانج؟ اهو معاكي، اتفضلي. ايه انتوا بتناولوا الولد لبعض وانا ايه شفاف؟ ايه يا باكينام عمك شقوق قاعد السن يغطي عليا. لا ما تزعلش مني يا عم شقوق، ده انت بتجيب حاجات حلوه وجديده. كده صح الكلام. ربنا يخليك. هو انا ممكن اساله طريقه عمل الباميه باللحمه الضاني؟ البنت بتسالك عن طريقه عمل الباميه باللحمه الضاني، ما تكسفنيش يانج. صح. ايوه. باكينام 1 كيلو باميه من عند الخضري، زائد 1 كيلو لحمه ضاني من عند الجزار، مش تجيبي لحم حمير، زائد 2 فحل بصل، زائد 1 فص توم، زائد شوية زيت، وعبيله وديله، عبيلي وديله، عبيله وديله، عبيله. بس معلش يا باكينام، اعتقد فهمتي، وصلت المعلومة، ويا حركاته يا تكاته. يلا معانا اتصال تليفوني تاني من حمادة. مساء الخير يا حمادة. مساء الأنوار. مساء الأنوار، ده مدحت شلبي ده ولا ايه؟ ايوه اتفضل معاك. ممكن أسأل الاختراع، هو الزمالك هياخد الدوري امتى؟ ثواني، اتفضل. الواد ده أهلاوي، الواد ده أهلاوي. لا بس الواد ده أهلاوي. بس ايه يا عم الأسئلة المحرجة دي؟ انا جرحت مشاعر الاختراع حتى، عيب. بلاش أسئلة يا جماعة، عيب. لا، حاسبوا على مشاعره. الرسالة وصلت. الله. طب احنا معانا اتصال تاني من أستاذ أحمد. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل. أنا ممكن أسأل بس الاختراع يا أستاذ شقوق في شوية حاجات كده؟ اتفضل يا أحمد، أنت مالك مذعور ليه كده يا حبيبي؟ أصل أنا عايز أسأل إزاي شاب مرتبه 400 جنيه يقدر يتجوز ويفتح بيت ويجيب عيال ويجيب التموين ويوديهم المدارس. مش عارف يعمل إيه، مش عارف. يا أحمد، ما احنا قلنا بلاش أسئلة صعبة يا أحمد. الأسئلة دي عجز عنها دكاترة الاقتصاد. 400 جنيه عايزه يكون أسرة ويجيب عيال وبتاع. هسأله، هو جايز عندهم حلول ولا حاجة. يانج، الزميل يانج، لا نصحصح مع بعض احنا الزميل يانج بيسأل 400 جنيه يفتحوا بيت ازاي؟
قول له لو عندك طريقه. احمد 400 جنيه اشتري 1 كيلو باكيتة بانجو، 1 كيلو ملوخية، اخلط على بعض. انت بيع كتير بيع كتير بيع كتير وهلما جراه. قبلودي بس ايه لا مؤاخذة يا احمد يا ابني، الراجل عايز لقمة حلال يشتغل مش حرام يا ينج. اصله نزل قبل كده زيارة في الحتت الشعبية كان بيستقضى ولا ايه. يلا ينج حلال 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 حلال. بص احمد، انت جيب 400 جنيه، اركب عربية ميدان التحرير، اطلع فوق كوبري قصر النيل واشتري مناديل وبيع اشارات مرور، وهنيئا لك يا فاعل الخير والثواب. هو يا يشحت يا يسرق يا عم ايه؟ ما عندكش يا احمد يا ابني؟ والله السؤال صعب، انا اسف. احنا ما حتى الاختراع يا عنده يا تبيع بانجو يا تشحت، ما فيش. الصين فشلت في قسم ان هم شغالين يا احمد، هم شغالين. طبعا مش شوقي خليه يغني لنا حاجه لمحمد فؤاد. لا يا ميار، جهاز سخن خالص. لا مش هيقدر. معلش والله يا ميار ما ينفع. يا ريت نشكره بقى عشان يا اخوانا يا احمد حد ياخده يدي له لقمه عشان يشحن. طب نشكره بقى. اقول له جان فين كان كازيه. جان فين كان كازيه. بنشكرك. بتشكرك. سلم على قبلتك شكرا ميار. انا سلم على قبلتك ميار. سلم اسم الله شكرا ماريا. سلم يا ميار. لا ماله عم شقوق يا ميار. السنسور باظ. ايه ده؟ السنسور يا اخوانا حد يجيب يا عم شقوق يا احمد يا ينج